لو مستني أجازة المولد النبوي عشان ترتب يومك ما تحجزش أو تخطط على أساس إنها 3 أيام قبل ما القرار الرسمي يصدر. الأجازة هتكون يوم الأربع ولا هتكون يوم الخميس؟ وهل الحكومة هترحلها لنهاية الأسبوع؟ ومين هيحصل عليها بأجر كامل؟ بحسب أجندة الأجازات الرسمية فذكرى المولد النبوي الشريف هتوافق يوم الأربع 26/8/2026، وده الموعد الأساسي للمناسبة. لكن لحد دلوقتي احتمال نقل الأجازة ليوم الخميس 27/8 مازال قائم، وفي حالة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيلها لنهاية الأسبوع، وده إجراء اتطبق قبل كده كتير في بعض المناسبات، وده عشان تجميع الأجازة مع العطلة الأسبوعية. يعني باختصار الأربع هو التاريخ المعلن للمولد النبوي، لكن يوم الأجازة النهائي للموظفين لم يحسم بالترحيل حتى صدور القرار الرسمي. والأجازة دي هتكون مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، مع احتفاظ جهات العمل بحق تشغيل بعض الموظفين عند الضرورة وفق القواعد المنظمة. فما تصدقش أي منشور بيأكد إن الخميس أجازة من دلوقتي، واستنى بيان مجلس الوزراء اللي هيحسم الموعد النهائي.